السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. دايما بقول ان صدور الفراخ مش بس بني. هنعمل النهاردة بنص كيلو صدور احلى برجر فراخ، برجر المطاعم والشركات. حاجة كده في منتهى الجمال والسهولة، وكمان في منتهى الاقتصادية. اول حاجة معايا هنسمي الله، معايا المكونات بتاعتي. معايا نص كيلو من البطاطس مسلوقة من غير ملح، انا سلقاها سلقة كاملة عشان تبقى سهلة معايا في الهرس. معايا نص كيلو من صدور الفراخ، لو عندك صدور او وراك برضو تمام. معايا بيضتين، معايا 3 معالق من البقسماط المطحون، معايا ملح، فلفل اسود، بهارات، بهارات برجر، بابريكا، مكعب مرقة، ورشة بسيطة من جوز الطيب. لو مش بتحبيها ممكن تستغني عنها. تمام كده، هنسمي الله وهنبدأ بقى معايا نهرس البطاطس كويس جدا لحد ما تبقى ناعمة جدا جدا معايا زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي. ما تنسوناش بقى يا حبايب قلبي في اللايك والشير وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. بعد كده هنبدأ نحط صدور الفراخ على البطاطس زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هنبدأ نحط البيضتين. عايزه اقول لكم ان الوجبه اللي معايا مش بس موفره ومش بس اقتصاديه، لا هي مغذيه من الدرجه الاولى. تمام كده، هنبدأ نحط البهارات و3 معالق بقسماط، ونبدأ بقى نعجن المكونات كلها مع بعضها كويس جدا جدا زي ما انتوا شايفين كده لحد ما كل المكونات تمتزج مع بعضها. تمام كده، انا المكونات بتاعتي كده امتزجت مع بعضها. بعد كده هنسمي الله وهنبدأ نقرص بقى ايه البرجر بتاعنا. هنبدأ بقى نشكله. انا بشكله بايديا عشان الناس اللي مش عندها مكبس كده زي بالظبط. تمام، هنبدأ بقى طبعا العجينة اللي معايا عجينة بتلزق، فهنبدأ نعجن، نحط ايدينا في زيت، يبقى جنبنا يعني بولة فيها شوية زيت. هنبدأ بقى ايه نشكل البرجر زي ما انتوا شايفين كده. عايزة اقول لكم ما فيش اي فرق خالص بين اللي انا عملته ده وبين المكبس، بل بالعكس انت تتحكمي في حجم الهمبرجرايه وسمكها. بسم الله ما شاء الله، حاجه في منتهى الجمال والسهوله، سهله جدا وما خدتش معايا وقت خالص. زي ما انتوا شايفين كده رصيتها كلها، وبين كل طبقه وطبقه كيس بلاستيك، وحطيتها في التلاجة اقل حاجه ساعتين. بعد كده هنبدأ بقى كان عندي كريسب او كورن فليكس اللي متاح عندك، وبدأت احط عليه 3 معالق من البقسماط المطحون. بعد كده هنبدأ معايا نص كوباية من البيض، سوري، نص كوباية من اللبن، وبيضاية كبيرة، وملح وفلفل اسود. هنبدأ بقى نغطس الهمبرجر زي ما انتوا شايفين، وبعد ما طلع من الفريزر متماسك جدا هنبدأ بقى نغطسه في اللبن والبيض. بعد كده هنبدأ نعمله في الكريسبي او كورن فليكس والبقسماط. ممكن لو ما عندكيش كريسبي او كورن فليكس ممكن تعمليه بقسماط وفيجيتار عادي جدا. ايه اللي متاح عندك يا حبيبه قلبي تعملي بيه ال الوصفه. احنا عايزين نسهل على نفسنا الاكل، بما ان الحاجات دلوقتي بتبقى يعني الى حد ما بتبقى غالية، فاحنا عايزين نسهل نفسنا وفي نفس الوقت نفرح اولادنا ونعمل كل اللي هم يطلبوه. بعد كده في زيت غزير، انا سخنت الزيت جامد جدا وهبدأ اقلي فيه. اول ما احط الهمبرجر بتاعي هنبدأ نوطي الزيت على تبقى النار هادية على الزيت، عشان الهمبرجر بتاعنا يبقى مستوي من بره ومن جوه، مش مجرد ان هو هياخد لونه بس. هو كل ناحية بتاخد حوالي من 4 ل5 دقايق زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي. بسم الله ما شاء الله، حاجة في منتهى الجمال. أول ما ياخد اللون الحلو بتاعنا الذهبي الجميل ده هنبدأ نطلع واحدة واحدة. جبت بقى أنا بقى إيه شوية بقى كايزر كده حلوين، وشوية كاتشب، عندك مايونيز ماشي تحطي. تمام، شوية طماطم، شوية فلفل اسود، عندك بصل برضو لو بتحبي البصل تحطيها. احنا عايزين نخلي اولادنا ما ياكلوش اكل من الشارع، نعمل كل حاجة في البيت وفي منتهى السهولة وفي منتهى الاقتصادية، وكمان كل حاجة في ايدينا كده. وان شاء الله بإذن الله حبايب قلبي تعملوا الوصفة وتعجبكم، وربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. انا كمان عامله الهمبرجر حجمه محترم جدا، والنص كيلو اللي معايا عمل حوالي 14 قطعه كمان حلوين ومحترمين. وبألف هنا وشفا على قلبكم، وما تنسوناش في اللايك والشير حبايب قلبي.